السلام عليكم. أهلا بكم. الأهلي يضرب موعد ناري ضد الترجي التونسي. تعرف على موعد مباراتي الذهاب والإياب وتاريخ المواجهات بين الفريقين. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد أن اجتاز فريق مازيمبي الكونغولي وتفوق عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0، ليحقق بذلك التأهل للمرة الخامسة على التوالي. وتأهل فريق الترجي التونسي إلى النهائي بعدما تغلب على فريق صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين. موعد مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي المقرر لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس في تونس. وسيلعب الأهلي دور الاستضافة للترجي في مباراة الإياب على ملعب القاهرة الدولي في يوم 25 مايو. وواجه المارد الأحمر أمام منافسي نادي الترجي التونسي في 20 مواجهة من قبل في كافة المنافسات، حيث حقق البطل القاهري الفوز ب10 مواجهات، بينما خسر 4 لقاءات وخسر في 6 مناسبات. في عام 1990 وكانت أول المواجهات بين الفريقين، حيث تعادل الفريقين ذهابا وإيابا بدون أهداف، وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء. في 2001 حسم التعادل السلبي نتيجة الذهاب في القاهرة وتعادل بهدف لا هدف في تونس ليصل الأهلي للنهائي. في عام 2007 حقق الأهلي الفوز ب3 أهداف في الذهاب، بينما حقق الترجي الفوز في الإياب بهدف دون رد. في 2010 فاز الأهلي في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم فاز الترجي بهدف نظيف ليصعد للترجي للنهائي. في 2011 فاز الترجي في الذهاب بهدف نظيف، ثم تعادل بهدف لا هدف في الإياب. في 2012 حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهم في الذهاب بالقاهرة، ليحسم الأهلي البطولة في تونس بهدفين مقابل هدف. في 2015 فاز الأهلي 3-0 وكرر الفوز في تونس بهدف. في 2017 تعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لكل منهما في القاهرة، وفاز الأهلي في تونس بهدفين مقابل هدف. في 2018 تعادل الفريقين بدون أهداف في القاهرة، وفاز الأهلي في تونس بهدف نظيف. في 2018 فاز الأهلي في القاهرة ب3 أهداف مقابل هدف، ثم تلقى هزيمة في الإياب ب3 نظيفة. 2021 فاز الأهلي في تونس بهدف دون رد، ثم قرر الفوز في القاهرة ب3 نظيفة. 2023 حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب ب3 نظيفة، ثم فاز في الإياب بهدف دون رد. في النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم.